السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في روبي سبورت. بيراميدز بيعمل المستحيل وبدأ يحط رجله في طريق البطولات، وأول خطوة بفوزه على أوكلاند سيتي 3-0 ووصوله لدور الثمانية في بطولة الانتر كونتيننتال. طبعا في ظل امبارح إن الناس كلها كانت مهتمية بمباريات الدوري المصري، ده مباراة الأهلي وإنبي واللي انتهت بتعادل إيجابي 1-1. كان في فريق مصري تاني بيلعب في نفس الوقت، فريق نادي بيراميدز كان بيلعب في بطولة كأس العالم للأندية أو بشكلها الجديد الانتر كونتيننتال، وقدر امبارح إن هو يفوز على أوكلاند سيتي 3-0 ويوصل لدور الثمانية اللي هيلاعب فيه أهلي جدة السعودي إن شاء الله يوم 23/9 الحالي. بيراميدز من الفرق اللي بدأت او مش بدأت، هي فعلا حطت رجلها في جو البطولات وفي طريق البطولات. بيراميدز اللي تأسس باسمه المسمى الجديد بتاعه مع 2018 لما تركي آل الشيخ اشترى النادي. طبعا كنا عارفين موضوع ان هو اشترى النادي علشان محاربة النادي الاهلي والمشاكل اللي كان بينه وبين النادي الاهلي. وطبعا في بدايه بيراميدز فشل ان هو يواجه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ساعتها كان ماشي على سيستم وعلى قواعد معينه ولاعيبه معينه وزي ما هنتكلم بقى الروح ومفيش سقف الرواتب العاليه. فما قدرش ان هو يواجه النادي الاهلي وفشل قدام النادي الاهلي ان هو يواجه النادي الاهلي. وبعد كده تركي آل الشيخ ساب النادي وخدوا رجل الاعمال الاماراتي سالم الشمسي. من وقتها بيراميدز بدا يدخل في جو المنافسه، بدا يستقطب اللعيبه اللي هو محتاجها فعلا، واللعيبه اللي الكواليتي بتاعها عالي واللي تحقق له البطولات. وبدا بيراميدز سنه ورا سنه يبدا يحط رجله في الدوري، في الكاس، مره ثالث مره تاني مره بينافس على الدوري لحد ما قدر ان هو ياخد كاس مصر. قدر ان هو في اخر السنه اللي فاتت في الموسم ان هو يوصل لان هو كان ياخد الدوري، ولسه لحد دلوقتي في مشاكل على موضوع الدوري بينه وبين الاهلي. وقدر ان هو ياخد اهم بطوله في قاره افريقيا، كاس افريقيا. كاس افريقيا اللي وصل نادي بيراميدز ان هو يلعب كاس الانتر كونتيننتال، وهيلعب ان شاء الله كاس العالم 2029. اول فريق طبعا ضمن ان هو يلعب في كاس العالم 2029 بمسمى الانديه الجديد كاس العالم للانديه. فاحنا بنتكلم ان تجربه بيراميدز في مصر نجحت ليه؟ نجحت علشان بيراميدز سابوا من موضوع النجوم واستقطاب النجوم ومحاربه الانديه وان انا اجيب اللعيبه بالسقف عالي، لا، بدا بيراميدز يجيب اللعيبه اللي محتاجها. بدا في كل خط عند بيراميدز بقى عنده خط واثنين اللي احسن من بعض. عنده في حراسه المرمى احمد الشناوي واكرامي وجالهم محمود جاد، يعني خط مرمى متكامل، يعني هو مش محتاج حد فيه. خط الدفاع عنده مرعي وعنده احمد سامي وعنده اسامه جلال وعنده علي جبرو، يعني برضو خط متكامل ولو زاد لواحد مفيش مشكله. بس هو الخط اللي موجود دلوقتي حاليا من افضل اللعيبه موجودين في مصر في ايه، في الحته اللي ورا. وعنده الباك اليمين طبعا محمد الشيبي لا خلاف عليه واحمد توفيق. يعني محمد الشيبي راجل بيوصلك للمرمى من اي حته، اوفراته جون. يعني شمال محمد حمدي وكريم حافظ اوفراتهم جون، يعني لعيبه على مستوى عالي جدا. وسط الملعب واخد لعيبه على مستوى محترم، وليد الكارتي، بلاتي توريه، مهند لاشين، معاه دونجا، معاه محمد رضا بوبو، معاه لعيبه على مستوى عالي. وفي الحته اللي قدام الراجل كان يعني عنده ابراهيم عادل باعه وجاب بفلوسه لعيب تاني زي ابراهيم عادل وبرضه بيقضي الغرض، ايفرتون. وعنده رمضان صبحي وعنده مصطفى فتحي وعنده عبد الرحمن مجدي وعنده زلاكا وزيكو، وعنده بقى فراوده، يعني ما شاء الله. يعني عنده مايلي لعيب سريع وهجام، وعنده مروان حمدي لعيب صندوق، لعيب يقدر يجيب لك جول من اي حته جوه الصندوق. فباختصار بسيط وسهل نادي بيراميدز عمل فرقه بقى صعب ان انت تكسبها، بقى يعني بقى منافس فعلا شرس على كل البطولات. يعني بيراميدز دلوقتي هيدخل اي بطوله مرشح رقم واحد ان هو ياخد البطوله ديت. وان شاء الله في ماتش اهلي جده هفكركم بالكلام دوت. بيراميدز هيعمل ماتش للتاريخ وممكن كمان يرجع بالفوز من هناك. يعني هو كن الحته الجماهيريه طبعا مش معاه، بس بيراميدز هيعمل ماتش للتاريخ لان هي فرقه واقفه على رجليها، معاها مدرب محترم، مدرب بيعرف يوظف اللعيبه بتاعته، بيعرف يلعب الاوراق اللي معاه. حتى لو كان عنده نقص في الاوراق في بعض الماتشات بيعرف يبدل في اللعيبه ويقدر يغير الخطط حسب الاحتياجات اللي هو محتاجها في المباراه. بالتوفيق لنادي بيراميدز الممثل المصري في بطولة الانتر كونتيننتال، وان شاء الله نشوفه في النهائيات. وطبعا تعتيم جامد جدا من الاعلام المصري لبيراميدز والبطولة اللي كان بيلعب فيها. فبالتوفيق ليهم، وان شاء الله نشوفهم على مستوى عالي ويوصلوا النهائي ويلعبوا بطل اوروبا في النهائي اللي هو باريس سان جيرمان. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من روبي سبورت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.